السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 3 أدعية يحفظنا الله عز وجل بها من الزلازل والمصائب والابتلاءات. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد كل الناس عايشة الآن في حالة من الرعب والفزع في كل بلاد المسلمين. ليه؟ بسبب الزلازل اللي حصلت في تركيا وفي سوريا، واللي بتحدث الآن ولو على خفيف في بعض البلاد الأخرى، عافانا الله وإياكم. الكل خايف، لكن عايز أقول لحضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى الله لطيف بعباده، فربنا سبحانه وتعالى بيهيئ لنا أسبابا قد تكون سببا في وقايتنا ونجاتنا من الزلازل ومن غيرها من المصائب والابتلاءات. وأنا النهاردة من كنوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم جايب لحضراتكم 3 هدايا. اللي يقبل الهدية يكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 3 هدايا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الهدايا ربنا بيجعلها سببا في وقايتنا، مش من الزلازل والبراكين والتسونامي فقط، بل من كل مصائب الدنيا والآخرة. أيوة رب الكعبة. تعالوا نشوف المفاجآت ديت. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والنسائي بسند صحيح كان يعلمنا أن ندعو ويقول كل واحد منا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهدم. الهدم إن بناء ينهدم عليا، يعني في زلزال أو غير زلزال. ممكن الإنسان يكون عايش في عمارة، العمارة قايلة للسقوط، وقعت العمارة عليه، عافانا الله وإياكم، يبقى ده وقع تحت الهدم. حصل زلزال في عمارة تانية جديدة ووقعت، فالمهم إن هو وقع تحت هدم. فالنبي بيعلمنا نستعيذ بالله من الهدم. اللهم إني أعوذ بك من الهدم. أنا هقول الحديث وبعدين أشرحه. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي بالدال، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغا. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تلك الميتات وأمرنا أن نستعيذ بالله منها؟ لأن كلها فيها موت الفجأة. وموت الفجأة كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذة أسف. ليه؟ لأن الإنسان لو كان كافرا، خدوا بالكم، ما يلحقش يعني يسلم ويدخل في هذا الدين ويلحق نفسه. ولو كان عاصيا ما بيلحقش يتوب. ولو كان مؤمنا ما بيلحقش يستزيد أو إن هو يوصي أولاده بالوصية اللي لازم يأمرهم بها، يوصيهم بالفلوس اللي ليه بره والديون اللي عليه، ويوصيهم مثلا بأن هم يتبعوا الشرع ويتبعوا السنة في غسله وكفنه والصلاة عليه وإلى غير ذلك. يكتب الوصية بتاعته، تمام؟ دي واجبة في حق كل مسلم، فما بيلحقش. فعشان كده موت الفجأة أخذة أسف. فعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، إن أنا أموت تحت هدم. لأن الحقيقة بتبقى ميتة صعبة جدا، وبخاصة لو الإنسان ما ماتش في ساعتها، لو مات مثلا بعد 7 أيام، بعد 10 أيام. لأن زي ما أنتم شايفين حضراتكم في ناس طلعت من تحت الزلزال بعد 9 أيام وبعد 10 أيام. كانت ناس عايشة تحت الزلزال. تخيلوا، ربنا يعافينا يا رب وينجيهم ويكتبها في ميزان حسناتهم ويجعلها رفعة لهم في الجنات يا رب العالمين. واحد يبقى مرمي تحت جدار، لا شايف شمس ولا نور ولا هوا، وما يعرفش إذا كان حد أصلا هيوصل له ولا لأ، ويبقى على هذا الحال 9 أيام. والله لو 5 دقايق يبقى بيموت في اللحظة 1000 مرة. اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، إن أنا أقع من مكان عالي، سواء مثلا من عمارة عالية، سواء من على قمة جبل، سواء من أي مكان عالي. وأعوذ بك من التردي لأنها ميتة أيضا صعبة جدا. وأعوذ بك من الغرق والحرق، إن أنا أموت غريق بالمية أو اتحرق بالنار، عافانا الله وإياكم، برضو ميتة صعبة جدا وميتة فجأة برضو، تمام. وأعوذ بك أن أموت لديغا، يعني أموت لديغا بثعبان، بسم ثعبان أو سم عقرب، عافانا الله وإياكم. يبقى آدي الكنز الأول والدعاء الأول، من ضمنه أو من أوله اللهم إني أعوذ بك من الهدم. وهذا يشمل الدعاء بالنجاة من الهدم، سواء كان تحت عمارة عادية وقعت أو تحت الزلازل، عافانا الله وإياكم. الكنز الثاني ما رواه الترمذي بسند صحيح، وهذا دعاء عام يشمل كل شيء بفضل الله.
قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، هو الدعاء بقى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. يعني اللي يقول الدعاء ده 3 مرات الصبح مع أذكار الصباح و3 مرات بالليل مع أذكار المساء لا يمكن يضر في هذا اليوم شيء ولا يصاب بمصيبة. طب لو قدر الله غير ذلك يبقى زيادة في رفعة الدرجات أو تكفير السيئات، لكن إن شاء الله هذا الدعاء يكون وقاية. أحد السلف قالوا له: لقد احترق بيتك، فقال: معاذ الله، كيف يكون ذلك؟ قالوا له: احنا لسه جايين من القرية بتاعتك وكل البيوت اتحرقت. قال لهم: إن هذا لن يكون إن شاء الله. طب ليه يا سيدي؟ قال: والله لقد فعلت مثل ما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، قلت في أذكار الصباح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، فلا يصبني في ذلك اليوم فجأة بلاء. فراحوا معاه القرية بتاعته، كانت النار هدأت، خدوا بالكم، فلقوا إن كل بيوت القرية اتحرقت ما عدا بيته، مع إن بيته كان في منتصف القرية. فقال: أما قلت لكم؟ لقد قلتها بيقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء الأول: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، اللهم إني أعوذ بك من التردي. اكتبوا ورايا بالله عليكم، وأنا نشرت لحضراتكم مكتوب قبل كده: وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وبعدين الثاني هنقول 3 مرات الصبح و3 مرات بالليل: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الثالث بقى ده أشمل حاجة بقى، تشمل النجاة من كل مصائب وكوارث الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. ده أعظم هدية بجد، كما جاء عند أحمد والبزار بسند صحيح. ومن أراد أن يراجع الحديث فهو في صحيح الجامع للعلامة المحدث الألباني علامة هذا العصر العظيم برقم 1274، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول هذا الدعاء. ركزوا معايا واكتبوه: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يبقى مش دنيا وبس. طب اشمعنى بس؟ أنا هقول الدعاء كله وبعدين أشرحه. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أهو الزلازل ايه، أن أغتال إيه من تحتي. طيب تعالوا نشوف الدعاء ده، شوف عامل إزاي. اللهم إني أسألك العفو والعافية. إشمعنى العفو والعافية؟ جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. وده مين؟ ده عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عباس سل الله العافية. فزي ما تقول سيدنا العباس عامل زي حالتنا كده، يعني نفسه يعني الدعاء يكون طويل شوية، يعني فاهم ازاي؟ يعني احنا لما نقول لحد داينا، لما يقول لي مثلا ربنا يرزقك العافيه، اقول له طب كتر كده من الدعاء، ادعي لي شويه ادعيه كده. فهو طمعان في رحمه ربنا. فقال له: يا رسول الله، رجع له بقى مره ثانيه قال له: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به. فقال له: يا عباس يا عم رسول الله، يعني يا حبيب قلبي، يعني انت من اغلى الناس عندي، ده انت عمي يا عباس يا عم رسول. مش معنى كده ان النبي هيعرف عمه هذا الدعاء مش عارفه لهم، لا، بيعرفه للدنيا كلها صلى الله عليه وسلم. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال له: يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافيه، فان العبد لم يعط شيئا بعد الاسلام اعظم من العافيه. الله اكبر. بيقول: اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة. العفو السماح المغفرة، والعافية السلامة من كل شر. ارزقني يا رب المغفرة والعفو والسماح والسلامة من كل أذية ومن كل شر يا رب في الدنيا والآخرة. وبعدين اللهم إني أسألك العفو والعافية برضو في ديني، ده أهم حاجة، ودنياي وأهلي. سلم لي أهلي وولادي وزوجتي وأبويا وأمي، سلمهم من كل سوء يا رب، واحفظهم من كل سوء واعف عنهم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. سلم لي مالي كده من الخسارة أو من الضياع أو إن أنا آكل مال حرام أو غير ذلك، ومالي. تمام. ثم بعد ذلك قال: اللهم استر عوراتي. والإنسان ليه عورتين،
عورة حسية وعورة معنوية. العورة الحسية معروفة، العورة المغلظة، ان انسان عياذا بالله، ان انسان ممكن يكون في مكان فعياذا بالله حد يصوره وهو عاري وينشر تلك الصورة فضحه بذلك، فبيدعو اللهم استر عورتي، بيعلمنا ندعو اللهم استر عورتي، يعني يا رب استر عورتي من ان يراها احد او ان افضح امام الناس. والعورة بقى المعنوية ان الانسان عنده اسرار وعنده ذنوب وعنده مشاكل وعنده، فلما واحد يهتك ستره ويفضحه عياذا بالله تبقى مصيبة. ولذلك النبي حذرنا، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يبقى اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، يا رب أمني من الفزع، من أي شيء، إن شيء يفزعني، زلزال، بركان، تسونامي، أسد يطلع عليا، نمر، عدو يطلع عايز يقتلني، آمن روعاتي. وبعدين قال اللهم احفظني بقى، الحفظ يأتي من عند الله، احفظني من بين يدي، من قدامي، ومن خلفي، من ورايا، من 6 جهات، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، إن حاجة تقع عليا، تمام. ثم قال: وأعوذ بعظمتك، ألتجئ إليك وإلى عظمتك وقدرتك، شوف دي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، إن يحصل زلزال ويتخسف بيا تحت الأرض عياذا بالله. ال3 أدعية دولت والله عضوا عليها بالنواجز وعرفوها للدنيا كلها. إن شاء الله ربنا يجعلها وقاية لنا ولكم ولكل المسلمين من الزلازل والبراكين والمحن والفتن، بل وكل المصائب والابتلاءات في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وقبل ما أقول بحبكم في الله، احرصوا على التوبة والاستغفار والعمل الصالح، فنحن في شهور الخير. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.